سمي بالرحمن وصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وهاتي بوله جافه ونبدا ننزل فيها باربع او خمس بيضات على حسب افراد الاسره عندك، يعني ممكن تزودي عن كده وممكن تقللي. نبدا بقى نتبل البيض دوت وندي رشه من الملح عليهم، رشه من الكمون، ورشه كمان من الكزبره، ويا سلام لو عندك بابريكا هندي كمان رشه من البابريكا علشان نطعم بقى البيض بتاعنا دوت ونديله تتبيله حلوه. نقلب بقى كل التوابل ديت مع البيض بتاعنا لحد ما نخفقهم تماما قبل اضافه اي مكونات تانية. لازم نخفق البيض ده كويس جدا ونعمقه كده وندخله في التوابل لحد لما ناخد القوام والشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت. بعد ما بتخفقيه كده وبتخلطيه بالتوابل تماما نبدا بقى نجيب الاضافات بتاعتنا. معانا ايه من الاضافات؟ معانا هنا فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وطماطم مقطعين كل دول مكعبات، ونحطهم على البيض دوت ونبدا نقلبهم مع بعض ندخلهم كده في بعضهم. عندي كمان حتتين بسطرمه موجودين في التلاجة، جبتهم قطعتهم وهحطهم عليهم. ما عندكيش تقدري تستغني عنها عادي خالص، دول عشان كانوا موجودين يعني ما اشتريتهاش مخصوص. اوكي، قلبي بقى البسطرمه ديت. ممكن نستبدل البسطرمه ديت بلانشون، ممكن عادي جدا، ممكن نستبدلها كمان بسلامي. بعد كده دول شويه من الزيتون الاسود المتقطع، وما نقدرش نستغنى عنهم لان بيدي طعم في الوصفه ديت حلو قوي، بس ممكن نستغنى عنه لو ما بنحبهوش. شويه بقى من الجبنه الموتزاريلا او الشيدر او الرومي، بس لو هتحطي رومي خلي بالك من الملح اللي حطيتيه في الاول لان الرومي بتملح، انما الموتزاريلا ما بتملحش قوي. نقلب بقى الجبنه ديت مع الخلطه الجميله ديت، ودول عودين بقدونس على عودين شبت قطعتهم كده مع بعضهم ونزلت بيهم عليهم بيدوا طعم جامد جدا، ما نقدرش برضو نستغنى عنهم. بعد كده بنجيب صينيه بتاعتنا من صواني اللي بندخلها الفرن وندهنها بقى شويه من السمنه شويه من الزيت، اي ماده دهنيه عندك، حته زبده كده وتلمعيها بيها ودهني الصينيه دي كويس جدا ولفي كده كل جوانبها بالماده الدهنيه بتاعتك. انا حطيت لها شويه من الزيت كانوا حلوين وكافيين ووافين زي الفل. بجيب بقى خلطه الاومليت بتاعنا دوت وبنزل بيها على الصينيه ديت. الاومليت ده جامد جدا، ونوزعه كده في الصينيه بشكل متساوي علشان ناخد بقى ايه الشكل المظبوط للاومليت بتاعنا. نحس بقى ان هو فطيره، نحس ان هو بيتزايه، بس هو في الاساس طبق اومليت. تمام، نلفي بقى كده الصينيه بتاعتي كلها بكامل الخلطه بتاعتنا، ورشه كده من الجبنه الموتزاريلا على الوش تدينا تطعيمه حلوه ولون حلو للصينيه بتاعتنا. وطبعا مجهزين الفرن مسخنينها اول لما ابتدينا نشتغل، ودخلنا فيها البيض دوت درجه حرارتها 170 180، ما تكتريش عن كده. ودول شويه بطاطس كنت مقطعاهم احمرهم جنبيهم، وحتتين لانشون كانوا موجودين برضو ابدا ارصهم كده في الطبق بشكل حلو برضو يتحطوا جنبيهم. دي بتبقى وجبه عشاء او غدا سهله وسريعه، وممكن كمان تعتمديها فطار يوم الجمعه لو عايزين نغير كده شكل فطار يوم الجمعه فبنعمله بالطريقه ديت. نركن بقى الكلام دوت ونرجع للبطاطس نلاقيها اتحمرت والاومليت لسه موجود في الفرن. انت دخلناه الفرن هياخد راحته كده وتلاقيه استوى ولم. بطلع بقى البطاطس بتاعتي ديت من الزيت. خلاص طالما ابتديت، هي زمن تسويه الاومليت بيبقى زمن تحمير البطاطس ديت ما بياخدش وقت اكتر منه. طلعت البطاطس هاخدها كده ارش لها رشه من توابل البطاطس الجاهزه ديت المعلبه، بتخلي طعم البطاطس بجد ممتاز، وبتحطيها عليها وهي سخنه بتخليها طعمها حلو، بتتشابك معاها كده بتبقى حلوه قوي. خلصت البطاطس اقوم مخرجه بقى طاسه الاومليت او صينيه الاومليت بتاعتنا من الفرن، بتكون استوت كده وتماسكت وخدت الشكل الجميل دوت، بجد طعمها حلو. ممكن لو عايزه تحمري اكتر من كده شغلي بقى الشوايه، بس انا حابه ان الجبنه بتاعتي تبقى بتمط كده وتشد، فانا زودت جبنه طبعا واديتها اللون دوت، بس كفايه بجد. صينيه اومليت جنان طعمها حلو قوي، سهله وسريعه، تنفع وجبه غدا عشاء فطار، يعني تقدري توظفيها بالطريقه اللي تعجبك وتريحك. ممكن تقدمي معاها بطاطس زي ما قدمت، جبنه بالطماطم، زي ما يعجبك تقدميها زي ما هي كده حلوه سهله وسريعه، وتنفع في الايام اللي احنا بنبقى عايزين ننجز فيها كده اي اكل سريع وحرانين وتعبانين ومفرهدين. فالاكله ديت هتنقذنا جامد جدا وحلوه وجميله جدا جدا. في النهايه هقول لكم لو عجبكم بقى الاومليت الخطير بتاعنا دوت وجربتوه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعه وشير واشتراك وكل الحاجات الحلوه، واستنوا فيديو كده.